طب يا جدعان في حاجه مهمه جدا انا عايز اكلمك فيها وعايز اعرفها لك، الدايره الاربعه العاديه والدايره الاربعه الاستيراد. عشان في دايره اربعه دلوقتي نزلت بتبدا بدي واي، بس الدايره الاربعه دي مش استيراد. ان شاء الله باذن الله هوريك الاثنين وتفرق ما بينهم، عشان خاطر في معارض دلوقتي بدات تبيع المصري على انه استيراد. فده طبعا اول حاجه، ده زي ما انت شايف ده الشكل العام، ده شكل الموتور. طبعا عايز اقول لك على حاجه، ده بيترتب عليه مثلا الصندوق هتلاقيه نفس الكلام اللي مكتوب على الموتور. طقم الصاج، العجل هتلاقيه نفس الشكل ده، طبعا ده مصري. وهنفتح دلوقتي الموتور وانت هتتفاجئ اصلا بالرقم بتاع الموتور، تكمل معاه الاخر عشان تشوفه. يا ريت يا جدعان نشير عشان خاطر الناس كلها تستفاد. حتى لو مش هتشتري اعرف بكره هتشتري ان شاء الله باذن الله، يبقى عندك معلومه وتعرف ايه ان شاء الله باذن الله الاستيراد من العادي. ده بقى العادي، ده الاستيراد الازرق، وده العادي. ان شاء الله باذن الله نفتح الموتور دلوقتي واوريهم لك واعرفك الفرق بينهم الاثنين، خليك معايا. بص يا مدير، الموتورين هتلاقيهم شبه بعض جدا. شايف انت عندك هنا كلمه دايو، وهنا هتلاقي المكتوب موتور مكتوب عليه كلمه دايو. طبعا اللزه دي موجوده فين؟ هنا قدام. طبعا هتلاقي بص تحس ان الموتور استيراد مفيش كلام. نقلب بقى الناحيه الثانيه، شكل الاستيراد. شايف الاستيراد دي واي 162 زي ما انت شايف. طبعا هنا كلمه دايو، وهنا دايو، وهنا طبعا اللزقه الفضي اللي احنا متعودين عليها وعارفينها. تعالى بقى معايا هنا يا محمد. بص بقى هنا بقى الوضع مختلف، هنا مفيش حاجه خالص، وهنا اللزقه دي مش فضي. تاخد بالك من الحته دي جدا يا جدعان، تمام؟ هنا طبعا هتلاقي كلمه دايو، بس طبعا الكلام مش زاهي، مختلفه جدا عن الثانيه. وهنا شايف الموتور بتاعها، ده موتور مصري يا جدعان مش استيراد، عشان الناس تاخد بالها، ده عشان تبقى انت عارف الفرق بينهم الاثنين. طبعا لو عايز تشوف الاثنين تاني جنب بعض، بص ده، شايف حضرتك، شايف اللون، شايف البرشامه اللي هنا. تعالى بقى هنا شوف البرشامه هنا، شايف دي، وهنا مفيش حاجه خالص. بس طبعا الرقم هنا دي واي 162، طبعا ده استيراد وباين عليه من خامات وكل حاجه. يا ريت بس يا جدعان نفرق، عشان في ناس بدات تبيع الاستيرادات بسعر قليل وبتبيع الدرجه الثانيه على انها استيراد. يا ريت ناخد بالنا من الحته دي.